تخيل معايا إنك بتصحى من النوم تلاقي نفسك محبوس جوه سجن، مش عارف انت مجرم ولا حارس، أو إنك في تجربة بيتحكموا فيها في عقلك يخلوك تسمع أوامر صوتية وهمية وتنفذها فعلا. ده مش خيال علمي، دي تجارب علمية حقيقية اتعملت على بشر زينا تماما، وتسببت أحيانا في كوارث نفسية خطيرة. في الفيديو ده هنتكلم عن أغرب 5 تجارب علمية اتعملت على البشر، وكل واحدة هتخليك تقول إزاي عملوا كده. وتابع معايا للنهاية لأن آخر تجربة صادمة جدا وخلت علماء النفس نفسهم يراجعوا ضميرهم. أول تجربة، تجربة النوم الحرماني. في خمسينيات القرن العشرين مجموعة من الباحثين الروس قرروا يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل لو منعوا مجموعة من الناس من النوم لأيام متواصلة. التجربة كانت عبارة عن حبس مجموعة أشخاص في غرفة مع ضخ غاز معين يمنعهم من النوم. في أول يومين الأمور كانت طبيعية، لكن مع دخول اليوم الرابع والخامس بدأوا يهلوسوا ويصرخوا ويؤذوا نفسهم. وفي يوم الباحثين سمعوا صوت غريب، لما دخلوا لقوا إن بعضهم مات والباقيين كانوا في حالة هستيرية وبيطلبوا يفضلوا من غير نوم. تجربة غريبة ومرعبة وفضلت محل جدل كبير، وناس كتير قالت إنها مجرد أسطورة الإنترنت، لكن في تجارب تانية أثبتت فعلا إن الإنسان لما بيحرم من النوم بيبدأ يفقد السيطرة تماما على عقله. تاني تجربة، تجربة السجن في جامعة ستانفورد. دي واحدة من أشهر التجارب في علم النفس، واتعملت سنة 1971 على إيد الدكتور فيليب زيمباردو. جاب 24 طالب جامعي، قسمهم عشوائيا لسجناء وحراس وحبسهم في قبو الجامعة بعد ما حولوا لسجن وهمي. في أول يومين الأمور كانت ماشية عادي، لكن بعد كده الحراس بدأوا يتعاملوا بعنف مع السجناء ويذلوهم ويمنعوهم من الأكل والنوم. والأغرب إن السجناء فعلا بدأوا يحسوا إنهم مجرمين حقيقيين. بس التجربة توقفت بعد 6 أيام بس، بدل ما كانت المفروض تستمر أسبوعين بسبب الأذى النفسي اللي حصل للمشاركين. والمفاجأة إن زيمباردو نفسه اتورط لأنه كان بيلعب دور مدير السجن وساب الأمور تخرج عن السيطرة. تالت تجربة، تجربة مليغرام للطاعة. مليغرام Obedience Experiment. في الستينات عالم نفسي اسمه ستانلي مليغرام حب يعرف هل الناس فعلا ممكن ينفذوا أوامر غير أخلاقية لمجرد إن شخص صاحب سلطة قال لهم يعملوها. جاب متطوعين وخلاهم يقفوا قدام جهاز فيه أزرار لصدمات كهربائية، وورا الحائط في شخص تاني ممثل، حقيقته ممثل بيصرخ كل ما المتطوع يضغط الزر. الباحث كان يطلب من المتطوع انه يكمل الضغط حتى لما الصوت ورا الحيطة بقى صراخ وعويل. والصادم أكتر من 60% من المتطوعين كملوا التجربة لآخرها، حتى لما افتكروا انهم فعلا ممكن يكونوا قتلوا اللي ورا الحيطة. الدروس اللي طلعت من التجربة دي إن البشر ممكن يطيعوا أوامر بشعة لمجرد إنها جاية من سلطة حتى لو ضد ضميرهم. التجربة الرابعة، تجربة الوحش. اسمها لوحده مرعب، وفعلا هي تجربة مريبة. سنة 1939 الباحث ويندل جونسون عمل تجربة على أطفال أيتام، هدفه يشوف تأثير النقد السلبي على الكلام. قسم الأطفال لمجموعتين، مجموعة شجعهم ومدحهم على النطق والكلام، والمجموعة التانية كان بيهزقهم وبيوصفهم إنهم فشلة في الكلام. النتيجة، الأطفال اللي اتقال لهم إنهم سيئين بدأوا يتهتهوا فعلا، والأسوأ بعضهم ما قدرش يتخلص من المشكلة دي طول حياته. التجربة دي كانت نقطة سودة في تاريخ علم النفس، وبتأكد إن الكلمات فعلا ممكن تجرح الدماغ. وآخر تجربة، تجربة الوحدة والهلوسة. في تجربة غريبة الباحثين حبوا يعرفوا لو منعنا الإنسان من أي مؤثرات حسية إيه اللي ممكن يحصل. حبسوا مشاركين في غرف منعزلة تماما، من غير صوت، من غير ضوء، من غير تفاعل مع أي بشر. في البداية كانوا هاديين، لكن بعد ساعات بدأوا يهلوسوا. واحد شاف أضواء مش موجودة، واحدة كانت بتسمع أصوات وهمية،
واحد افتكر إن في شخص بيكلمه من الحيطة. بعضهم خرج من التجربة وهو في حالة نفسية متدهورة، ومعظم المشاركين قالوا إنهم قربوا يتجننوا. وفي النهاية التجارب دي بتفتح أبواب كتير عن حدود العلم وعن أخلاقيات البحث العلمي. إزاي ممكن نستخدم البشر كعينات؟ وإيه اللي بيحصل لما الفضول يتغلب على الإنسانية؟ في الآخر كل تجربة من دول علمتنا حاجة، لكن تمنها كان غالي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجاية. وقولي في الكومنتات لو كنت في تجربة من دي كنت هتتصرف ازاي. واشوفك في فيديو تاني عشان تشغل دماغك مع دماغ تانية.